طبيعي احنا لما بنتعب بنروح لاي دكتور، لكن النهارده احنا معانا دكتور مختلف، دكتور في الحاجه اللي بيقدمها وفي الحاجه اللي هو متميز بيها. معانا النهارده دكتور كنافه. دكتور كنافه شاب مكافح جدا موجود في منيا القمح، بيقدم الكنافه النابلسيه بجميع حشواتها المختلفه، كنافه بالجبنه، كنافه بالقشطه، كنافه بالنوتيلا، كل ما يخطر على بالك. وكمان عنده الجلاش بالسمنه البلد المحشي كريمه. بصراحه من افضل الحاجات اللي عجبتنا عنده الجلاش، لانه الماتيريال بتاعه عالي جدا 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 ومتسوي على نار هاديه، وده كفايه. وعلشان ما نضيعش كتير تعالى نشوف دكتور كنافه بكل التفاصيل. دي جي أحمد الألفي. وبعد ما الدكتور عمل عملياته ونزل بحلوياته قلنا ندوق علشان نروق. بصراحة الطعم كان فوق. انت مش دكتور، ده مستشفى. هو فعلا مستشفى، بس مستشفى مزاجنجية بتقدم الكنافة النابلسية. هتلاقي كل حاجة هناك جامدة من اللي هي. عندك الكنافة بالقشطة السايحة زي المهلبية، وعندك الجلاش اللي من غيره القعدة ما تحلاش. وعلشان ما ننساش نقول العنوان ولا بلاش؟ لا هنقول عشان يندم اللي ما جاش. منيا القمح، ميدان احمد المنسي امام جزيرة الحلابي. المكان موجود داخل كافيه سبيس، وموجود على الانستا والفيس. دكتور مختلف وفي مجاله محترف. دكتور كنافة